عارفين الصوت ده؟ ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل العيش الايراني. اول حاجه هنعملها هنخلط المكونات الجافه كلها مع بعض. في بوله حطيت 500 جرام دقيق، عليهم 10 جرام ملح، 10 جرام سكر، و8 جرام خميره فوريه. هنخلط المكونات الجافه مع بعض بالمضرب، وبعد كده هحط عليهم 375 جرام ميه دافيه. هبتدي اقلب بالسكريبر او بظهر المعلقه بالشكل ده لحد ما يكون عندي العجين كله كتله واحده، واتاكد ان مفيش اي كلاكيع دقيق لسه ما اتشربتش ميه. قبل ما اضيف اي مواد دهنيه هسيب الخليط ده يريح لمده تلت ساعه. بعد تلت ساعة بقى شكل العجينة عندي بقى متماسك شوية وهيسهل عليا كتير في العجن. بعد كده هنزل عليهم بالمواد الدهنية اللي هم 25 جرام زيت. تقدروا تستخدموا أي زيت نباتي، زيت ذرة، زيت زيتون، أو لو حابين تستخدموا زبدة تقدروا تستخدموا زبدة سايحة. هفضل أعمل بإيدي كده في العجين لحد ما يتخلط كويس. هقوم ماسك العجين بإيدي الاتنين وهفضل أدخل الأطراف في النص العجين وأضغطها لجوه وأكرر نفس العملية. الفكرة اللي أنا بلف العجينة كلها حوالين بعض. الاول هتحسوا ان العجين معاكم طري كده وناعم وملمسه مريح، وهتبقوا مبسوطين وانتوا ماسكين العجين. معذورين ما تعرفوش اللي جاي. بعد ما العجين هيشرب الزيت هيبتدي يلزق معاكم برخامه قوي. حطيت العجين على ترابيزه وهبتدي اللي انا اعجنها. همسك العجين من النص باطراف صوابعي وارفعها لفوق واقوم منزلها، وانا بنزلها بدفع سنه بسيطه لتحت وبخلي نص العجين اللي تحت ينزل على الترابيزه بالشكل ده، وبنزل عليه بالنص اللي فوق. وانا بسيب العجين بسحبه وبعمل له ستريتش سنه بسيطه كده بالعرض، وبقوم لافف ايدي سنه بسيطه ماسك العجين تاني باطراف صوابعي من النص ورافعه ومكرر نفس العمليه. هفضل اعمل نفس العمليه دي لمده من 10 دقايق لربع ساعه لحد ما يكون عندي العجين كله كتله واحده متماسكه. وممكن كل دقيقتين او 3 دقايق لما تلاقوا العجين لزق معاكم جامد في الترابيزه وبقى مقطع، ممكن تعملوه بالسكريبر كده، تلموه وتخلوه على شكل كره وتكملوا تعملوا تاني نفس الحركه. او لو انتم عملتم قبل كده عجين طري بالشكل ده وبنفس القوام ده قبل كده وعندكم حركه معينه بتعجنوا بيها، تقدروا تعملوها عادي جدا. اساسا اي حركه هتعملوها في العجين لمده من 10 دقايق لربع ساعه هتطلع معاكم العجين بعرق كويس. المهم ما تغسلوش ايديكم، ما ترشوش دقيق، ما تتخلصوش من العجين اللي بيلزق في ايدكم، علشان اي حاجه تعملوها برضو العجين هيلزق في ايدكم. لما اخلص ال10 دقايق هقوم عامل العجين على شكل كره وحاططها في بوله بعد ما دهنتها زيت كويس جدا، واغطيها واسيبها لحد ما حجمها يتضاعف. لو عندكم عجان فانتم محظوظين. هتحطوا المواد الجافه كلها مع بعض وتخلطوها، وبعد كده تضيفوا المواد السائله وتشغلوا على اول سرعه لمده دقيقتين، بعد كده سرعه وسط لحد لما العجين يتلم يبقى كله كتله واحده وتكون جناب العجان نضيفه. وهتعملوا على شكل كره وتحطوها برده في البوله بعد ما تدهنوها زيت كويس وتغطوها فوطه مبلوله وتسيبوها من ساعه لساعه ونص لحد لما حجمها يتضاعف. هتلاقوا كل المكونات بالجرامات والمعايير مكتوبه في صندوق الوصف، والاهم من كده هتلاقوا اي تفاصيل انا نسيت اقولها في الفيديو مكتوبه في اول كومنت او في صندوق الوصف. في الساعه اللي هتسيبوا فيها العجين يخمر ممكن تعملوا 3 حاجات. اول حاجه هتعملوا الجليز اللي هتدهنوا بيه وش العيش قبل ما يخش الفرن. في حله على نار هاديه حطيت تلتين كوبايه ميه وعليهم معلقه ونص كبار من الدقيق. هفضل اقلب باستمرار لحد ما يكون عندي خليط متماسك بالشكل ده. لما بمشي المعلقه في قعر الحله بيسيب اثر وبيرد تقريبا الربع بس. خد تقريبا دقيقتين على النار. تاني حاجة في بولها هتحطوا كمية حسب الرغبة من السمسم وحبة البركة. أنا حطيت 3 معالق من السمسم لمعلقتين من حبة البركة. تالت حاجة ممكن تعملوها، ممكن تدعموني بلايك سبسكرايب، ولو عندكم أي سؤال سيبوه في الكومنتات تحت هشوفه. بعد ساعة وربع تقريبا العجين خمر عندي. هرش دي على الترابيزة وهطلع العجين من البولة. المفروض يطلع معاكم بكل سهولة لو انتم مدهنين البولة زيت كويس. بعد كده هرش شوية دقيق كمان على الوش، وهبتدي اقسم العجين بتاعي على حسب الحجم اللي انا عايزه. من اول دلوقتي كده مفيش حاجة صح ومفيش حاجة غلط. تقدروا تعملوا العيش ده كبير، تقدروا تعملوه صغير، تقدروا تعملوه مدور بيضاوي، الشكل اللي انتوا حابينه. خدت نص العجين وهعمله على شكل كرة. هسحب الطرف كده لحد التلتين واقوم لازقه في العجين، واسحب الطرف اللي قصاده والزقه فوقيه، وهكرر نفس العملية كده مع كل الاطراف، وافضل اعمل الحركة دي لحد ما يكون عندي العجين على شكل كرة. ولما اجي اشد طرف العجينة كده يبتدي يقطع معايا، معنى كده اللي هو خلاص مش هيتشد اكتر من كده، ولو فضلنا نشد هيتقطع مننا ويتبهدل. بعد كده هقلبها واخلي مكان اللحام من تحت. اهم حاجه في الخطوه دي ما يكونش فيه دقيق كتير على الترابيزه واحنا شغالين، علشان لو في دقيق هيمنع العجين اللي هو يلزق من تحت ويتقفل كويس. بسحب العجينه كده وبلفها سنه بسيطه وانا بسحب بضغط عليها بالراحه قوي بصباعي الصغير علشان اقفل مكان اللحام. المفروض يطلع معاكم العجينه على شكل كره بالشكل دوت، والكفر اللي بره ده كله مش بيلزق. بعد كده هرش رده على الترابيزه او على الحاجه اللي انا هسيب عليها العجين يريح. الرده اللي هي النخاله بتاعه الدقيق، او اللي هي القشره الصفراء القاسيه بتاعه القمح من بره بعد ما بتطحن. معرفش الصراحه بيقولوا عليها ايه في الدول العربيه، بس لو حد يعرف ممكن تسيبوها في الكومنتات تحت. هحط فوقيهم قطعتين العجين وبعد كده هغطيهم بفوطه مرطبه او بلاستيك واسيبهم لمده تلت ساعه علشان اقدر افردهم. بعد تلت ساعه هرش شويه دقيق على الترابيزه بساط جدا،
وهبتدي افرد العجين كده، بضغط عليه بصوابعي، بهبطها سنه بسيطه وبفضل اشد في الاطراف. زي ما قلت لكم مفيش هنا صح ومفيش غلط، ممكن تفردوها بشكل دائري، ممكن تفردوها بشكل بيضاوي. الطريقه الاعتياديه بتاعتها اللي هو بيتفرد بشكل بيضاوي، بس لو اتعملت مدوره مش هتقول لا، مفيش مشكله، عادي جدا. بحاول على قد ما اقدر وانا بفرد العجين اللي انا مخرجش منه الهواء علشان يطلع معايا فلافي كده وهش من جوه. وبحاول كمان وانا بشدها اللي انا مقطعش الكفر الخارجي للعجين، عشان لو اتقطع هيبتدي يلزق معاكم وهتضطروا تضيفوا كميات دي كبيره وهيطلع شكلها مش حلو في الاخر. فلو لقيتوا العجين ناشف معاكم ولسه مريحش، كل ما بتشدوه بيرد تاني، هتقوموا مغطينه وسايبينه مكانه لمده 10 دقايق وهتكملوا فرد عادي جدا. المفروض اول فرده دي تقريبا بتفردوا العجين نص الحجم اللي انتوا عايزين تفردوه. تقدروا تفردوه بالسمك اللي انتوا عايزينه، كل ما تفردوه رفيع كل ما يطلع معاكم ناشف، وكل ما يكون السمك بتاعه تخين كل ما يطلع معاكم طري. بعد ما فردت العجين نص الحجم اللي انا عايز افرده، هبتدي دلوقتي اخرمه بالسكريبر الخاص بتزيين التورت ده، او تقدروا تعملوها بالشوكه بالمعلقه او بصوابعكم حتى. هخرم العجين كويس كده بخطوط عرضيه، وبعد كده هلف حوالين الاطراف بصوابعي. ودلوقتي الفرشة هدهن وش العيش بالخليط اللي احنا عملناه اللي هو المية والدقيق، وبعد كده هرش عليهم السمسم وحبة البركة. الخليط ده هيخلي العيش ياخد اللون الذهبي الغامق واللمعة اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو ده، وكمان هيخلي السمسم وحبة البركة يلزقوا على وش العيش كويس. زي ما قلت لكم احنا بس فردنا العجين نص الحجم اللي احنا عايزين نفرده. دلوقتي هنقل قطعة العجين دي على الصينية اللي هخبز العيش عليها، وهبتدي افردها للحجم النهائي اللي انا عايزه. بعد ما فردتها هقوم مخرمها مرة تانية بالسكريبر علشان ما تقبش في الفرن زي العيش المصري. هأكد بس على اللي انا عملته قبل كده. دلوقتي هسيب العيش يخمر لمدة تلت ساعة، وفي التلت ساعة دي هشغل الفرن يسخن على درجة حرارة 200 مئويا. لو انتم في الشتاء هتحطوا العيش في الدفا جنب الفرن، لو في الصيف هتسيبوه على الترابيزة عادي جدا. هياخد معاكم من 15 ل 25 دقيقة. اللي انا عملته ده قعد في الفرن ربع ساعة، بعد كده طفيت الفرن وشغلت الشواية لحد ما خد اللون الذهبي الغامق ده. العيش ده بجد رغم ان العجينه بتاعته رخمه شويه طريه وعجنها رخم، خصوصا لو بتعجنوا بايديكم، ممكن يكون الفيديو باين لكم اللي هي سهله، بس مش سهله، هي صعبه شويه. بس العيش الصراحه يستاهل. اللون بتاعه ذهبي غامق كده وشكله يفتح النفس. الطبقه بتاعته من بره مقرمشه ومن جوه طري وهاش. ريحه السمسم وحبه البركه وهو بيتخبز بتقلب ريحه المكان كله. حبيته جدا، ودي كانت اول مره اعمله ومش هتكون اخر مره. تقريبا كلت نص اللقمه دي اول ما طلع من الفرن كده على طول بالعسل، كان لذيذ جدا. دايما بقول لكم ما تقطعوش العيش وهو سخن او ما تاكلوش العيش وهو سخن. بقول لكم لا، اول ما يطلع من الفرن كله على طول. ألذ وقت تاكلوا فيه العيش ده. ولو برد ممكن تسخنوا الفرن على درجة حرارة 120 وتدهنوا وش العيش زبدة وتدخلوه يسخن شوية. ما تنسوش تشوفوا المقادير في صندوق الوصف والتفاصيل اللي انا نسيت اقولها في الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.